الديرمابين في البيت بجد كارثه. كتير بيسالوني كل شويه في الدي ام وفي الكومنتات: يا دكتور احنا نشتغل بدبس كام، او نعمل الابر انهي ابر لو عندي مشكله الفلانيه. الكلام ده ما ينفعش اقول لك حاجه ستاندرد تمشي بيها. ليه؟ لان انا بنفسي كدكتوره واشتغلت كتير جلسات ديرمابين، جبت اقلام ديرمابين مختلفه نفس الماركه، بس جبت كذا واحد. بجد والله كل واحد بلاقي السن بتاعه مختلف، العمق اللي هو بيشتغل بيه، لو انا عامله مثلا نص في الجهاز ده ونص في جهاز تاني بلاقي الموضوع مختلف ما بينهم. الاجهزه مختلفه حتى لو نفس الماركه. كمان السنون اللي بشتريها لو بشتريها من مكان لمكان تاني، كل سن بلاقيه مثلا سن احمى من سن، حتى لو نفس الرقم، سواء بقى 12 او 24 او 36 او 42. فانا مش حاجه ستاندرد ابدا اقدر اقول لك قانون معين او قاعده معينه تمشي عليها. انا بعرف اشتغل على حسب خبرتي انا والبشره اللي قدامي والحاله اللي قدامي. لما اوصل لاحمرار في معظم الحالات انا بقف. في حالات تانية بقى لازم اوصل ان انا اطلع نقط دم بسيطه، لو في ندبات مثلا او حفر في الوجه، فانا بدوس بالضغطه بتاعتي وبالسن وبالعمق بتاع الجهاز اللي اصلا مختلفين في كل جهاز عن تاني، وفي كل سن عن التاني، وكل بشره عن التانيه واحتياجها. فانا ما اقدرش اقول لكم ستاندرد تمشوا عليه. عشان كده انا بقول اوعي تعملي ديرمابين في البيت. انت مهما عملتي ومهما اتفرجتي على فيديوهات عشان تتعلمي، انت مش هتعرفي تتعلمي غير بكورسات مخصصه ومعتمده، وبخبرتك وانت بتشتغلي، بخبرتك بنوع البشره، بخبرتك بالمشكله، بخبرتك بالسن اللي معاكي، وصلتي لانهي مرحله، الاند بوينت بتاعتك ايه، او تقفي امتى. كل ده بيختلف من حد للتاني ومن مكان للتاني ومن جهاز للتاني. فما ينفعش ابدا تساليني وانا ارد عليكي واقول لك حاجه ستاندرد تمشي عليها. واوعي تصدقي حد بيتكلم انك ازاي تعمليها في البيت وتقول لك قواعد معينه وهاتي كذا واشتغلي بعمق كذا مختلفه. انا الجهاز بتاعي العمق بتاعه النص غير الجهاز اللي معاكي العمق النص بتاعه خالص، السن اللي معايا غير السن اللي معاكي. انا نفسي لما بشتغل بجهازين مختلفين العمق بتاع ده غير العمق بتاع ده، والسن لما اجيبه من مكان مختلف ده غير ده. غير طبعا مشكله الميزوثيرابي اللي عمرك ما هتلاقي ميزوثيرابي طبي موثوق فيه يجيب نتائج وانت شاريه من محل او شاريه اونلاين. الشركات الطبيه الموثوق فيها ما بتتوزعش ميزوثيرابي غير للعيادات والمراكز بس. فما تستهونيش ابدا بالموضوع ده. الديرمابين جلسه ممتازه جدا، بس اعمليها في مكان ثقه مع حد عنده خبره عشان تطلعي نتائج ممتازه من غير اي اثار جانبيه. لكن اوعي تفكري لانها دي كارثه انك تعملي ديرمابين في البيت لنفسك ابدا.